بیرانی بەڕۆز خۆشەویست لە ئەڵقەیەشتری بەرنامەی بە بوێری باس لە تەوەرەی بوسونە جیاوازەکان یان خوێندنەوە جیاوازەکان یان تەفسیری جیاوازەکەین بۆ قورئانی پیرۆز. ئایا چۆن لە قورئانی پیرۆز تێبگەین لە ئێستادا بۆ ڕۆشنکردنی هزرمان؟ ئایا تەفسیری تر بۆ جوانترکردنی قورئانی پیرۆز هەیە جگە لەو تەفسیرانی کە پێشتر لەلایەن زانایانی بەتواناکراون؟ بۆ تاوتوێکردنی ئەم تەوەرەیە لە ئەڵقەیەکی تری بەرنامەی بە بوێری چەند پرسیارێک ئاراستەی بەڕێز سەید ئەحمەد قەبانچی دەکەین کە پیاوێکی دینی لیبرالیە و پێی وایە ئەتوانین بە خوێندنەوەی جارێکی تری قورئانی پیرۆز ئەتوانین زیاتر خزمەتی مرۆڤ بکەین. بەڵام ئاخۆ چۆن؟ أشكرك لحضورك. الموضوع في هذه الحلقة كيف نفهم القرآن في العصر الحاضر، بما أن القرآن أصل الدين ويمثل الدستور يعني مسلمين، فكيف وجود مثلا تفاسير متعددة أو تفاسير أفضل ليلائم العصر الحالي؟ أنت عندك قراءات طبعا جديدة كما نرى في كتبك طبعا، فهل هناك قراءات يعني أخرى للقرآن الكريم؟ وما هي القراءات وهل القرآن الكريم يتحمل تفاسير أخرى أو قراءات أخرى من الأوائل؟ والأوائل طبعا أقرب من الوحي وهم يعرفون اللغة العربية بشكل جيد. كيف تكون الرؤية جديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أن الأوائل أقرب للوحي مثل ما تفضلت، وهم أعلم باللغة العربية وأعلم بثقافتهم، فلهذا القراءة التقليدية السلفية تعتمد على فهم الأوائل للنص. والفهم الأوائل كان يعتمد أنه الكلام كل لفظ يدل على معنى، فيهتمون فقط في دلالة اللفظ على المعنى، يستخرجون المعنى من اللفظ، يعني اتباع القواعد العربية. يشوفوا العرب ماذا كانوا يقصدون من كلمة ماء مثلا، ما كانوا يقصدون من تجارة مثلا، أي شيء، ويستخرجون التفسير من هذا التفسير يعني اللغوي. هذه واحدة التفسير البياني، وآخرون يستندون كما في الشيعة أيضا وفي السنة يعني على المأثور، يستندون للمأثور يعني من الروايات. يقولون الأئمة مثل الشيعة يقولون الأئمة أفضل وأعلم بالقرآن من الآخرين، فيأخذون من تفسير الأئمة مثلا، وآخرين يأخذون تفسير ابن عباس مثلا أو آخرين من المفسرين الأوائل. هاي التفسير التقليدي للنص الآن بعد أن ثورة المعلومات وبعد أن مناهج جديدة مثل منهج الهرمنوطيقية أو الألسنيات أو المنهج في الفلسفة الظاهراتية تغيرت الأمور. يعني الآن ليس لدينا فقط لفظ ومعنى، الآن يجب في الكلام، في فهم الكلام هو فعل دلالي وإرادي للمتكلم، فيجب أولا فهم الله والمتكلم صفاته، وفهم المتلقي الإنسان. يعني الله لا يتكلم في فراغ ولا يتكلم في غابة، يتحدث مع الإنسان، فإذن الكلام أيضا له ربط بالمتلقي بالإنسان. يجب أن نفهم معنى الإنسان، ماذا هو حاجاته، ما هو شنو دوافعه، شنو إدراكاته. والثالث، الركن الثالث لفهم وللتفسير، الركن الثالث غرض المتكلم. يعني الله عندما يتكلم بشيء يجب أن نفهم المتكلم، ويخاطب الإنسان يجب أن نفهم الإنسان. الركن الثاني، هناك أغراض، الله عنده غرض في كلامه، يجب أن نفهم الغرض شنو. هذه كلها تسمى القبليات، المسبوقات في الفهم، في فهم النص. هذه في علم الهرمنوطيقيا أنه يجب توفر القبليات، يجب أن نبحث في القبليات، نشوف
المفسر السني يفسر تفسير آخر غير المفسر الشيعي، وغير المفسر الصوفي، وغير المفسر من أهل الحديث، فتختلف الرؤية. هذا الاختلاف نتيجة مسبوقات ذهنية لدى المفسرين، فيجب أن نبحث في المسبوقات هذه. كان المفسرين كانوا غافلين عنها. لماذا؟ لأنه يقولون أن اللفظ يدل على معنى، هو المعنى الخارجي، يعني كلمة ماء تدل على الماء الخارجي. هذه الرؤية الأرسطية، يعني حقيقة واحدة ومعنى واحد للنص. الآن تعددت المعاني، فالآن لا يكفي أن مثل القراءة التقليدية أن نقول هذه القراءة صح، يعني الماء تدل على الماء الخارجي وكل معنى آخر خطأ. هذه القراءة التقليدية. فالمفسر السني يقول هذه الآية تفسر بهذا التفسير، وكل ما عداها من التفسير الصوفي أو التفسير الفلسفي أو التفسير الشيعي كله خاطئ. الآن اختلفت الأمور. الآن مع ورود العلوم الجديدة ومع ارتفاع العقلانية الإنسان، الآن ما يمكن أن نقول أنه هذا التفسير هو الصح تماما والتفاسير الأخرى باطلة. كل تفسير يحمل وجه من وجوه الحقيقة. فنحن أمام تفاسير متعددة وكلها صحيحة. يجب أن نبحث عن التفسير الآخر اللي أقرب للواقع ولعقلانية هذا الزمان. هنا يدخل ركن رابع. الركان الثلاثة قلنا: المتكلم والمتلقي والغرض، غرض المتكلم. الآن يدخل ركن رابع وهو الواقع. الآن مقتضيات الواقع ماذا تفرض علينا؟ يعني عندما يأتي المفسر إلى القرآن يحمل في فكره أنه الإنسان المعاصر يحتاج إلى فهم متلائم مع العصر. هذا يستدعي ويوجب علينا أن نقرأ القرآن بقراءة جديدة، وقراءة أيضا لا تتناقض مع القراءات الأخرى. فقط في هذا الجانب أن القراءة الحديثة مع استخدام علم الألسنيات تزيح الكثير من الإشكالات اللي على القراءة القديمة. لكن سماحة السيد، يعني القرآن الكريم معنى ولفظ كلها من الله بإجماع العلماء طبعا، أن جبرائيل نزل القرآن باللفظ والمعنى من الله تعالى. أنت عندك رأي آخر، ما هي دليلك؟ ما هي حجة والدليل على أن قراءاتك صحيحة؟ أنا لا أقول أنا عندي رأي آخر. اللي تفضلت به هي القراءة التقليدية. يعني الله أوحى لجبرائيل، وجبرائيل أوصل هذه الرسالة بأمانة لفظا ومعنى للنبي محمد، والنبي قام بتبليغها للناس بأمانة. لم يتصرف أي تصرف في القرآن. هذه الرؤية التقليدية. هذه الرؤية الجديدة ليست هي جديدة بالحقيقة، هي رؤية العرفاء. مدرسة العرفاء من 1000 سنة لحد الآن نظرتهم للوحي نظرة أخرى. يعني هناك مدارس متعددة كانت، مثلا مدرسة الأشاعرة، مدرسة المعتزلة، مدرسة الفلاسفة، ومدرسة العرفان. كلها في الأساسيات مختلفين. ما هو الوحي؟ كل واحد نظرة عن الوحي. يعني الأشاعرة والقاطبية أهل السنة من الأشاعرة من الأول ولا اليوم ينظرون أن الوحي يعني فقط إصغاء لكلام الله، استماع وعمل بدون تصرف كما يفهم الإنسان. يعني يقول مثلا الله سميع بصير، يعني له بصر وله سمع، ولكن لا نعلم كيف، هل هو أذن مثل أذن البشرية أو لا. فقط يقول فقط سمع بصر، لأنه موجود بالقرآن، نحن نؤمن به ولا نتصرف به، ولا لا نفهم يعني عمقه وحقيقته. أما المعتزلة عندهم رؤية أخرى، يعني مع استخدام العقل، أدخلوا العقل في فهم النص، وقالوا أن السمع والبصر هذا مجاز. الله هو يعبر عن العلم. السمع والبصر يعني الله يعلم، ليس له سمع وبصر، لكن مجاز. أدخلوا المجاز. لماذا؟ لأن العقل لا يتقبل أن الله له مثل سائر صفات البشرية، فيقول أن مثلا العرش مجاز. أما الأشاعرة لا يقولون هناك عرش، نحن لا نعلم تفاصيله. أما الأشاعرة يقول هذا مجاز مثلا، لأنه
العقل ما يتقبل أن الله عنده عرش مثل الملوك، يعني العرش بمعنى القدرة مثلا أو بمعنى العلم وهكذا. هاي رؤية المعتزلة. الرؤية الأخرى حتى نصل إلى رؤية العرفاء اللي نحن نتبناها، لا نقول أن أنا أعطي رؤية جديدة، لا، هي رؤية موجودة بالعرفاء. الرؤية الأخرى رؤية مثلا رؤية الفلاسفة، يقولون أن الوحي هو الاتصال بالعقل الفعال مثل أرسطو وأفلاطون، هاي كانت موجودة. أما في العرفاء أول مرة طرح المعنى الباطن والظاهري. العرفاء يقولون أن المعنى الظاهر ليس هو المقصود، هناك معاني باطنية هي المقصودة، يعني أن الخطاب يحتمل في ظاهره معنى وهناك معنى باطني، يجب أن نبحث عن المعنى الباطني. فرؤيتهم للوحي لهذا اللي نحن نطرحه، أولا هناك معنى ظاهري وباطني. الأهم من هذا ثانيا النقطة المهمة الوحي الوجودي. كل هذه مثل أشاعرة ومعتزلة وفلاسفة يتصورون الوحي هو معارف، يعني الوحي المعرفي، معارف جاء بها جبرائيل إلى النبي في ذهنه والنبي بلغ للناس. لا، في نظر العرفاء الوحي عبارة عن الوحي الوجودي، يعني الوجود النبي تغير من نتيجة ارتباطه مثلا 20 سنة يتعبد ويتواصل الله، التواصل مع الله، هذه غير من محتواه وقلبه صار نوراني. هذا التغير الوجودي والقلبي والنوراني فرض عليه أنه إنتاج أحكام وإنتاج معارف أفضل من معارف الجاهلية، لكنه تشبيه لها. يعني هناك مثلا الآن العقل ما يتقبل قصة مثلا الهدهد يتكلم مع سليمان، أو ما يتقبل قصة الفيل، أو ما يتقبل قصص ياجوج وماجوج. هذه كلها تحل بالمنهج الجديد، المنهج العرفاني يحل هذه المشكلة. يقول أنه هذا المعنى الظاهري صحيح، لكن هناك معنى باطني. النبي يقصد معنى باطني، يعني دائما حتى بالعرف نتكلم بشيء يمكن نحن نقصد شيء آخر. هذه موجودة في العرف، حتى بالأمثال هذه موجودة، خاصة في النص البلاغي. لكن يا سماحة السيد تقول مثلا القرآن الكريم نزل بلغة العرب، والعلماء اللغة والفقهاء أكثر يعني يفهمون ويقولون القرآن للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني يشمل كل أقوام البشرية. يعني هل الأحكام القرآن تشملنا أو ما تشملنا في تفسيرك؟ أحكام القرآن يعني إذا أخذنا بالرؤية العرفانية ما يمكن أن الخطاب بالظاهر خطاب واحد لكل البشرية على اختلاف أقوامهم وثقافتهم وعقولهم. حتى عندنا في الحديث النبوي أنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ما يمكن أنه الفيلسوف تخاطبه في كلام نفسه هو تخاطبه للعوام من الناس. الأمي مثلا ما دار شيء. حسن الأديان، ميزة الأديان أنها جاءت لكافة الناس. شوف كل الناس، حتى الفيلسوف، حتى الأستاذ الجامعة، حتى الأمي، حتى العجوز في بيت أو في الريف، هم يحبون الدين ويفهمون من الدين شيء، خلاف الفلاسفة. مثلا الفلاسفة والآن مثلا النخبة المثقفة يعني حصل خطابهم في دائرة محدودة، اللي دارسين وكذا يفهمون كلامهم. إذا تأخذ كتب مثلا عابد الجابري أو أرغون أو المثقفين الكبار، طبعا الناس العوام ما يفهموها. امتياز النبي أنه أدخل الدين في قلوب الجميع. لكن الآن احنا المشكلة أن نحن نحتاج إلى فهم الدين. الفلاسفة يريدون فهم ما يتناسب عقولهم، العوام يريدون فهم ما يتناسب عقولهم، ينسجم مع عقولهم البدائية. هذا فقط في المنهج العرفاني يمكن، لأن المنهج العرفاني عنده باطن يقول أن الظاهر خلي للعوام من الناس يفهمون هذا المعنى. مثلا يفهمون الصراط ويفهمون الميزان، مثل هذا الميزان الموجود. الصراط يعني جسر على جهنم كذا،
يفهمون الملك على الأكتاف الأيمن والأيسر، وكل هالمفاهيم العوام من الناس يفهمون المعنى الظاهري. أما مثلا اللي متعمق في المعرفة وفي الفلسفة مثل المعتزلة الأوائل، لأن درسوا وأخذوا من معارف اليونان، فلسفة اليونان من زمان هارون الرشيد والمأمون، صارت ترجمة، صارت كتب فلسفة اليونانية مثلا من الفرس والهند دخلت، وعقلانية ذاك الزمان ازدادت وصارت أكبر من عقلانية الصدر الأول الإسلام. فاقتضى أنه بعد ذلك ما يكتفون بالظاهر، مثل ما ذكرت لك المعتزلة ما يقولون أنه العرش الله عنده عرش، بس الإنسان البدائي يمكن يتصور أن الله عنده عرش والله عنده كرسي والله عنده جند والله يعني حال الملك البشري، بس لكنه أعظم بكثير. الآن بتطور علم الألسنيات والهرمنوطيقيا والمنهج الظاهراتي والفلسفات الأخرى في اللغة خصوصا، صارت المسألة أن اللغة لا تعبر عن الواقع الخارجي، فيستدعي أنه مناهج جديدة نتبعها حتى لتفسير النص. فلهذا لا يكون فهم القدماء حجة علينا. فهم القدماء كان يتناسب مع الآليات البسيطة اللي كان عندهم لفهم الآيات والنص الديني. أما الآن لا نكتفي بالآيات، الرجوع إلى ابن عباس شنو رأيه أو الإمام الصادق شنو رأيه في تفسير هالآية، هذا ما يكفي، لأن ذاك الزمان كانوا في أسس عندهم ومباني عندهم، مباني بدائية وكل هالناس يفهموها. لكن عند العرفاء، مدرسة العرفاء يعني من ابن عربي، الفلسفة العرفانية التنظيرية يعني يسموه العرفان النظري، هو أساسه هو ابن عربي. هناك عرفان عملي قبل ابن عربي من الحلاج ورابع العدوية ويوسف سفيان الثوري وعرفاء آخرون يرون غير رؤية، يفسرون القرآن. إذا تراجع تفسير ابن عربي للقرآن يختلف كليا عن التفاسير الموجودة. لكن سماحة السيد هناك أطروحات طبعا جديدة في العلوم الحديث والأنثويات طبعا تبحث في نصوص المقدسة ومنها الرمزية يعني في النص، بمعنى أن النص الديني يعني لا يعطي جميع المعنى بل رموز يعني الكودات والإشارات، وملتقي للشخص آخر يعني إذا قلنا النص لا يتضمن يعني المعنى والكامل يعني المعنى الكامل، بل هو الرمز التي في ذهن المتكلم سواء كان الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى الرمزية في فهم النص يعني، فكيف تفسر ذلك؟ صح يعني هذا أفضل تعبير هو هذا المعنى الرمزي، ينطلق من المقومات إدخال المتلقي يعني السامع في المعنى. أول ما كان إدخال، يعني كان إلغاء السامع وإلغاء الإنسان المخاطب، فقط الاقتصار على معنى المخاطب المتكلم، هذا كان يهتمون به. أما الآن هاي الألسنيات وهاي العلوم الحديثة بينت وصارت مسلمات العلوم الحديثة أن المخاطب السامع جزء من المعنى. يعني كما قلنا أن الكلام فعل إرادي وعلاقة بين طرفين، فأنت تقول كلام لزوجتك يختلف عن المخاطب يكون صديقك أو يكون موظف عندك، يختلف. فإذن في كلامك تشارك على معنى حصيلة فهمك وفهم المتلقي كيف يكون. ولهذا قالوا بالرمزية، يعني الرمزية يعني المعنى غير محدد فقط، يعني إذا اقتصرنا على المتكلم فقط المعنى يكون غامض، إلا أنه السامع يكون. ولهذا عندنا بالتراث عندنا أنه الأمير المؤمنين يقول، الإمام علي يقول أن القرآن صامت ألا فاستنطقوه. الإنسان هو يستنطق
المعنى. فإذا فهم الإنسان للغة ولثقافته تدخل في معنى استخراج المعنى، لكن هذه المعنى الرمزية. فاصلة قصيرة سوف نعود إليك بدنا أزاني خوش دوای ناوبڕێکی کورت و ئەگەڕێنەوە لاتان.